السلام عليكم. كريب المطاعم الحادق اللي الكل بيحبه ان كان كبار او صغيرين هنعمله النهارده في البيت بمقادير للعجينه مظبوطه. عمر ما بغير المقادير دي، حاجه كده تحفه. والميكس اللي احنا عاملينه جوه في الكريب لذيذ قوي، وكمان هنعمله بطريقه بسيطه وسريعه، ومقادير برضو ان شاء الله هتكون موجوده عندك في البيت. يلا بينا نشوف عملنا الطعامه دي ازاي، بس ما تنسوش لايك لو عجبكم الفيديو. مقادير العجينة بتاعتنا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم 3 معالق كبار من النشا، ومعلقة كبيرة من لبن البودرة. لبن البودرة طبعا اختياري لو مش اساسي في الوصفة. هنقلبهم كويس مع بعض وبعدين نركنهم على جنب، ونجيب بولة وهنحط فيها بيضتين وعليها معلقة كبيرة من الخل طبعا عشان زفرة البيض وريحته، ومعلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح. وهنضيف عليهم كوباية مية عادية خالص، ونقلب كل ده الاول مع بعضه لغاية ما كل المكونات تختفي كده وتتجانس مع بعض. هنزل عليهم 3 معالق كبار من الزبدة على الزيت، وبعدين هزود باقي كمية المية اللي هي كوبايتين. يعني كمية المية كلها 3 كوبايات، حطيت كوباية في الأول على المكونات الأولانية، ولما اتخلطوا مع بعض زودت كمان كوبايتين. وهبدأ أنزل بالدقيق بتاعي شوية شوية لغاية ما يختفي خالص معايا. طبعا الخطوات دي ممكن كلنا نعملها في الخلاط مرة واحدة، بس الكمية اللي عندي مش هتكفي الخلاط ان يخلطها، هتبقى اكتر. انما لو كوبايتين او اقل، او عندك خلاط كبير ممكن تحطه كله على بعضه وتخلطيه هيبقى زي الفل. شايفين القوام ده كده تمام. وبعدين نصفيه بمصفى زي ما انتم شايفين كده، هتلاقوا بعض كتل كده ما اتضربتش كويس فبتفضل معانا. وبعدين هنسيب العجينة بتاعتنا تريح بس 10 دقايق او ربع. زودت خليط العجينة بتاعتنا كمان ربع كوباية مية عشان يبقى خليط يعتبر سايب، مش تقيل، يعني لما نيجي ننزله في الصينية او الطاسة بتاعتنا ما يبقاش تقيل معانا. تمام زي ما انتم شايفين كده. وابدأ ان انا اوزع الخليط بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هنبدأ نشغل النار بتاعتنا. في حاجة مهمة، مسحت الطاسة مسحة خفيفة خالص بالمنديل، يعني نقطة زيت واحدة ومسحتها بالمنديل. تمام. محضرة طبعا جنبي صينية وعليها فوطة عشان اللي يخلص او اللي يستوي معايا اطلعه على طول في الصينية. بدأت كده زي ما انتوا شايفين لونها يتغير خالص العجينة، وهتبدأ كده نتفتح من الجوانب، يعني الاطراف بتاعتها تلاقيها رفعت كده. هنبدأ على طول ناخدها ونقلبها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. شايفين كده كده فتحت خلاص معايا. هبدأ ان انا اخدها بالشكل ده واقلبها زي ما انتوا شايفين. طبعا هي بالراحة لان بتكون سخنة، انما قلبها بيكون سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجة. يا دوب ثواني بسيطة وبتكون اخدت اللون من تحت، برفعها وانزل واحدة تانية مكانها. شايفين كده كده خلاص. شايفين اللون ده كده هخرجها عليه وكده تبقى استوت معانا. هنبدأ نحط واحدة تانية، بس نخلي بالنا ملحوظة ونقدر نوزع العجينه كويس. تمام. انما لو الطاسه سخنه قوي العجينه اول ما بتحطيها بتقوم لازقه مكانها، مش بتعرفي توزعيها كويس في الطاسه. كده تمام. زي ما عرفنا في الاول ان اول ما بتفصل من الجوانب على طول بنبدا نقلبها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ويا دوب ثواني بسيطه ونبدا نخرجها. شايفين كده اخدت لون، هنبدا نخرجها على طول. هكمل باقي الكميه زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وده كده عيش الكريب بعد ما خلصناه. شايفين كده حاجه تحفه لذيذه قوي طريه تحت ايديا. كل شويه عايزه اعمل فيها بصراحه. حلوه قوي. عجينه مظبوطه. عامل معايا الكميه تقريبا 8 وحدات كبار. على فكره الحجم ده يعتبر كبير مش صغير. اصغر حاجه بسيطه يمكن درجه واحده من الكريب بتاع المطاعم، يعني العيش بتاعنا كبير. شايفين كده الطراوه حاجه تحفه ولذيذه قوي. بصراحه ممتع جدا وريحته حلوه قوي. يلا بينا كده نبدأ نحشي الكريب بتاعنا. الطاسة طبعا دي فاضية مفيهاش اي حاجة، بس استعملناها قبل كده فهنستعملها تاني في تحميصة الكريب عشان ما نبهدلش حاجة تانية. بجيب كده الكريباية واقسمها نصين زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ ان انا احط الحشوة بتاعتي. طبعا الطاسة مفيش اي نار خالص عليها. بس حطيت كده عشان ما بوظش حاجة تانية، بصراحة ما وسخش حاجة تانية. هبدأ ان انا احط كده شوية موتزاريلا، وبعدين الحشوة بتاعتي. الحشوة انا كنت جايبة بانيه وستريبس جاهز، طبعا حمرته على طول عشان انتوا عارفين الكريب عايزين كده اكلة سريعة ولذيذة، فجبتهم جاهزين ويا دوب حمرتهم بس. قطعتهم بالشكل ده. البانيه قطعته طولي، والستريبس قطعته كده قطع. ونخلي بالنا لو بتحبوا كده ميكس حراق على بارد حطوا او جيبوا حاجتين، حاجة باردة وحاجة فيها كده سبايس شوية. هبدأ احطهم بالشكل ده، وبعدين كام قطعة كده من الطماطم والفلفل
كاتشب ومايونيز. طبعا اي حاجه حابين تحطوها حطوها مفيش مشكله. وبعدين هبدا ان انا اشغل النار وهقفلها كده بطريقه زي المطاعم. النبتة الاقيها اخدت لون كده من تحت، بصراحه بتفرق جدا في الطعم بالنسبه لي، انما الولاد ما فرقتش خالص بالنسبه لهم. قفلت كده وعايزه اقفلها الجهه التانية، مش عارفه ايديا متحملتش الحراره، مش عارفه ليه بصراحه. فاستعنت بصديق، استعنت بابني، هو بصراحه قفلها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. حلو جدا وسهل قوي. ايديكم تحمل حراره اقفلوها بالشكل ده. بنحط الحشوة بتاعتنا عادي وبناخدها كده مع نفسها كده باردة، طبعا بيبقى سهلة جدا. وتحطوها مثلث او تعملوها مثلث وتقلبوها على الناحية المفتوحة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين كده بناخد كده ونقلبها، دي سهلة جدا. بس بصراحة التانية بتديكي تحميصة كده حلوة قوي عن دي كمان. شايفين كده الحشوة تحفة بصراحة وملياها كويس. وهنبدأ ناخدها لون من الناحية دي، من ناحية، والناحية التانية طبعا زي ما انتوا شايفين كده تاخد لون ونقلبها على الناحية التانية. عايزين تدوكوا لمعة اكتر ممكن تحطوا نقطة زيت او زبدة. بس بصراحة ما حطيتش اي حاجة وطلعت معايا بالطعامة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين كده. طبعا التحميصة دي مهمة جدا عشان طبعا العجينة تديني قرمشة كده من بره وطعم مستوي اكتر. كده تمام. هبدأ ان انا خلاص اخرجهم زي ما انتوا شايفين كده، وحسب طبعا ما بتحبوها غامقة مقرمشة اكتر او زي ما انتوا شايفين كده. كده تمام. خلصنا الكريب بتاعنا. شايفين كده الكريب حلو جدا، كمية حلوة. لو هتشتريها من بره طبعا هيبقى بمبلغ وقدره. وزي ما انتم شايفين كده مقرمش من بره وحاجة كده لذيذة وحلوة جدا. شايفين كده الكريب بتاعنا ملان ما شاء الله، الحشوة بتاعته حلوة. وقلت لكم على التقفيلتين اللي يناسب ليكم واللي حابينه اقفلوا بالطريقة اللي تناسبكم. اتمنى تجربوا الكريب بتاعنا لان هو فعلا لذيذ جدا وشاهي قوي. والعجينة بتاعته طبعا بسيطة مفيهاش اي حاجة. شايفين كده. بصراحة جت نفسي اجربه كده معاكم. شايفين كده ما شاء الله حلو قوي، الحشوة بتاعته حلوة. جربوا الطريقة بتاعتنا النهاردة اكيد هتعجبكم. بألف هنا حبايبي، ومع السلامة.